بيان إلى الرأي العام والمنظمات النسوية باسم مؤتمر ستار مقاطعة عفرين وشهبة. تشهد مدينة عفرين المحتلة انتهاكات واسعة بحق النساء منذ الاحتلال التركي لمدينة عفرين عام 2018، حيث تمارس المجموعات المسلحة المرتزقة في مدينة عفرين المحتلة أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين الكرد وخاصة النساء، حيث تندرج هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب وفقا للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف. فإن الإخفاء القسري والاعتقال والاغتصاب والحجز الحريات وطلب فتية تبان النزاعات المسلحة كلها تندرج ضمن جرائم الحرب واستهداف الطبيعة والبشر وقطع الأشجار الزيتون. إن الانتهاكات التي تظل المرأة داخل عفرين تخطت كل المواثيق والمعاهدات الدولية بحق المعتقلين والمعتقلات داخل سجون الفاشية والمرتزقة ومرتزقة المجلس لا الوطني الذي بات تاجر لأرضه وشعبه بانتهاج أبشع الأساليب الوحشية بحق شعوب عفرين وكل المناطق المحتلة بقتل واختطاف وأخذ فديات أمام مر العالم وتعتيم إعلامي لا إنساني داخل السجون وإصدار أحكام الإعدام بحق امرأتين ما زالت عوائلهن تبحثن عنهن. 10 نساء وفتيات مدنيات تم اختطافهن منذ عدة سنوات وإخفاهن عن الأنظار، ولكن العدد يزداد يوما بعد يوم، والهدف إذلال وإنحاء شعوب المنطقة ديمغرافيا ونشر الإرهاب والفساد وإيصال المنطقة إلى الهاوية على اليد الداعش أردوغان وآل البرزاني المتمثلين بأبو عمشة ولا نكسة. نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع في كشف على الانتهاكات والجرائم في سجون داخل المنطقة المحتلة التي تستهدف المرأة والأطفال والطبيعة والتاريخ، ونشرها إعلاميا وتوثيقها كمجرم حرب ومنظمات إرهابية ومحاسبتهم حسب المواثيق الدولية. الموت للخونة لا للاحتلال.